معكم كابتن محمد علي، مدرب شخصي ومدرب لياقة بدنية. أهلا بكم، يلا بينا. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الكرياتين. معانا 5 نقط هنتكلم فيهم. أول نقطة، أنا مبتدئ لازم أخد كرياتين. طيب، لو هنتكلم في النقطة دي إن أنا شخص مبتدئ وأخش في مجال المكملات، أنا مش ضد مجال المكملات عموما، أنا مش ضده، بس هي حاجة باينة من اسمها، ده مكملات. يعني أنا باخد أساسياتي فحاسس ان هي عايزه مكملات، ولا انا هخلي المكملات هي الاساسيات؟ كلام بالعقل. طيب انا شخص لسه مبتدئ، لسه بقول يا هادي. يعني انا اعتقد لو انت خدت كفايتك من الاكل الدنيا هتظبط معاك. إيه اللي يخليك تتجه للكرياتين؟ هتيجي تقول لي اصل هو ملوش اضرار. لا، هو ليه اضرار، نتكلم فيها في النقطه الخامسه. تمام. طيب لازم تاخد كرياتين؟ لا مش لازم. انا ذات نفسي انا اهو تجربه حيه قدامكم، خدتش ولا سكوب كرياتين قبل كده. تمام، والله ما اعرف حتى طعمه ايه. نخش في النقطة التانية. كذا كوتش قال لي لازم تاخد كرياتين. طيب أنا كمدرب هيجي لي حد يسألني عن الكرياتين، بناء على إيه هقول له لازم تاخد كرياتين؟ يعني أنا عايز أعرف هو بناء على إيه لازم تاخد كرياتين. هتقول لي أصل هو، هيجي مدرب يتفزلك ويقول لك أصل هو أي حد بياخد كرياتين، والكرياتين ده ممكن أي حد ياخده. أيوه ماشي، ما أصل دي حاجة ليها أضرار، حاجة ليها أضرار، ليها آثار جانبية. يبقى قبل ما أنصح بيها حد أعرف أنا نصحته بيها ليه. أنت ذات نفسك لما حد يقول لك خد كذا، قول له اخد الكذا ده ليه. افهم وجهة نظر، استفيد من وجهة نظره. تمام. فلما حد يقولك لازم تاخد، قول له ايه اللي لازمه، يعني افهم منه. تمام. في النقطة التالتة، بشوف ناس كتير اتحولت بعد الكرياتين. هو للأسف تم الترويج للكرياتين، ناس كتيرة جدا. بشوف مدربين ان هم مشهورين وبيتكلموا عن الكرياتين وان هو ده خلاص. يعني انا بقيت بحس اللي هو ايه، انا لازم اخد كرياتين دلوقتي، انا ما اخدش كرياتين دلوقتي يبقى انا كاني ما بتمرنش. بصراحة أنا الموضوع ده يعني مش حابه إن أنا أحسس الناس إن الكرياتين هو التوب. وغير كده أنا كنت بكتشف إن في ناس بتعمل إعلانات للكرياتين، فتفاجئ بعدها إنها بتعمل إعلانات لشركة معينة. يعني أنت تيجي مثلا وعمل إعلان ده أو نزل فيديو قبله وبعد الكرياتين، فأنت تقول له واو إيه نوع الكرياتين ده، فيكون هو بقى مشتري، هو عامل معاهم تعاقد، بياخد نسبة أو ليه تارجت معين بيحققه. فحاول ان انت ما تصدقش اي حاجه تشوفها، مش شرط يكون كرياتين، اصلا الكرياتين ما يحولش حد في شهر يعني. تمام، الا لو هو جيناته كويسه او هو بيتمرن من بدري فلما خده فرق معاه شويه. تخش في النقطه الرابعه، السوق مضروب. في واحد كان ذكر لي موقف، قال لي انا جبت علبه كرياتين من شخص ما، وبعد ما فتحتها لقيت فيها جبس. والله قال لي كده بالنص، لقيت فيها جبس. طيب هو ده مش، اولا ده مش محل بالمكملات، يعني مش محل بيبيع مكملات عشان حتى تقدر انت تروح له تتأكد منه. يعني موثوقة 100% برضو مش قوي يعني. طيب السوق اصلا في مصر مضروب شوية بسبب ان الموضوع اتروج ليه كتير اوفر، فكل من هب ودب عايز يكسب، فبالتالي كله بدأ يمشي في سكة الكرياتين زي الشوفان كده. تمام. فلو انت مالكش حد برا مصر يجيب لك، تبقى جوه مصر دور على حاجة موثوقة حتى لو غالية. ما دام هتشتري هات حاجة نضيفة عشان ما تتأثرش. في خامس نقطة وهي أهم نقطة، هل الكرياتين ليه أضرار؟ طيب الكرياتين ليه أضرار؟ الكرياتين ليه أضرار طبعا. من أهم الأضرار دي، ربنا عافينا، الحصاوة على الكلى. طيب أنا دلوقتي باخد كرياتين، هاخد لما 3 جرام لما 5 جرام، تمام، في اليوم. طيب هاخد ال5 جرام، أنا محتاج في ال5 جرام دول بس، محتاج أزود على كمية المية اللي جسمي محتاجها من لتر، لتر ونص، ممكن 2 لتر كمان. ماشي. طيب هل انا دخلت المياه الكافية اللي جسمي محتاجها؟ يعني انا مثلا عامل نفسي معادلة، حسبت بقى وزني في نشاطي في طبيعة المناخ اللي احنا فيه، الكلام ده كله، وطلعت منه كمية المياه اللي جسمي محتاجها. ده ما اعتقدش ان في ناس بتعمل كده. في ناس انا اعرفها شخصيا، يعني هي بتتعالج ربنا عافينا من حصاوي على الكلى بسبب كرياتين. فانا قبل ما اروح اجيب مكمل، من المفترض ان انا اتاكد ان المكمل ده سليم. تمام. عشان مش هبقى رايح اجيب مكمل حاجه تنفع صحتي فاروح اتعالج منها، فلازم ناخد بالنا من الجزئيه دي. اتمنى اكون افدتكم. ولو في اي استفسار، ما تترددوش تسيبولي في الكومنتات.